تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 114 يغير ويتمم القانون رقم 1689 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية في صيغته الجديدة، والذي تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري للمنوط بالمهندس المعماري، وأيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الاقتصادية الديمغرافية التي أضافت أعباء جديدة على المشتغلين في هذه المهنة، والتزامات جديدة من أجل مواكبة الأوراش التنموية المفتوحة. المجهود الاستثماري المطروح على مستوى البنية التحتية، على مستوى عموم الأوراش في البناء، في الصناعة، في مختلف المجالات يقتضي مواكبة. ولهذا يقترح هذا المشروع، وهذا هو التطور المهم، تمكين المهندسين المعماريين من مزاولة مهنتهم إما في إطار شركات أشخاص أو شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة بحسب ما يتلائم مع مصالحهم، ووضع قواعد وضوابط لذلك. في السابق المهندسين المعماريين كان في إمكانهم يديروا شركة، ولكن شركة تضامن، وهذا المشروع ما نجحش، وما مكنش المهندسين المعماريين يشاركوا في صفقات وفي مشاريع كبرى، وهذا كانت عنده أثار سلبية على دعم هذه الفئة وعلى تمكينها من الفرص الاقتصادية المتاحة. خيار المتاح وهو التجمع، ولكن في إطار شركات، ليس فقط شركة تضامن اللي هي موجودة، بل تضاف لذلك شركات مساهمة، شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة. هذا تطور مهم يأتي الاستجابة لهذه الفئة. بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2/15/135 يتعلق بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وهو مشروع لقية وهم من قبل السيد رئيس الحكومة وعموم أعضاء المجلس، باعتباره يمثل خطوة رائدة في مجال الإنصاف وإرجاع الحقوق، ويمثل أحد الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة تطبيقا لأحكام المادة 247/25 من المدونة العامة للضرائب، كما تممت بمقتضيات المادة 4 من القانون المالية لسنة 2014. وهذا واحد التطور لم يكن في السابق، وكما أشار أعضاء المجلس أنه كان يمثل أحد الأسباب التي تؤثر سلبا على تنافسية بلادنا من الناحية الاقتصادية وعلى قدرة بلادنا على جلب الاستثمارات، على اعتبار أن إمكانية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لم تكن مطروحة. تأسس ذلك إطار كجزء من الإصلاحات المالية الضريبية، خاصة بعد المناظرة الجبائية لسنة 2013. والآن في مرحلة الأولى سنة 2014 كانت الإمكانية ديال الإرجاع محدودة بسقف 20 مليون درهم. الآن بعد مصادقة الحكومة على هذا المرسوم سننتقل من 20 مليون درهم، أي الضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت والتي ينبغي إرجاعها إلى غاية 20 مليون درهم، وكانت مسجلة إلى غاية 31 دجنبر 2013، دابا السقف 20 مليون درهم غيطلع ل 500 مليون درهم. وسيقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية تفاصيل رقمية حول أهمية هذا الإصلاح وأثره على المقاولة المغربية وعلى ماليتها وخزينتها وأثره على تنافسية الاقتصاد، بالإضافة إلى حصيلة تطبيق المرحلة الأولى المتعلقة ب 2014 التي همت المقاولات اللي عندها السقف ديال الدين على القيمة ديال الضريبة على القيمة المضافة حد 20 مليون درهم. هذا هو الموضوع ديال البيطوار. كتعرفوا البيطوار الناس كانت عندها مشاكل في الرجاء، الآن الخطوة الأولى بطريقة تدريجية تحلات، وهنا الخطوة الثانية، وهذه الخطوة الثانية ديال نص مليار ديال الدرهم راه تستمر على 3 سنوات 2015 2016 2017.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2/15/109 بتطبيق القانون رقم 20/13 المتعلق بمجلس المنافسة. تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد من الإجراءات التطبيقية لمقتضيات قانون رقم 20/13 المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام، وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بمساطير سير مجلس المنافسة. يحدد هذا المرسوم الجهة التي تقترح الأعضاء من غير الرئيس الذي يعين بظهير، وكذا العضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف مجلس على السلطة القضائية. أيضا باقي المقتضيات التي تهم مثلا أعضاء معينين من السلطات الحكومية، مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة، وأيضا المقتضيات التي تهم سير هذا المجلس. وبالنسبة إلينا فإن مصادقة الحكومة اليوم على هذا المرسوم ستمكن من استكمال إصلاح انطلق مع المراجعة الدستورية، والتي أدت إلى تعزيز موقع ومكانة مجلس المنافسة في البناء المؤسساتي الدستوري لبلادنا، وخاصة على مستوى السهر على حرية الأسعار والمنافسة، مواجهة الحالات المتعلقة بتضارب المصالح وما يرتبط بها، والتي تؤدي إلى الاحتكار أو تؤدي إلى هدر الحقوق. ولهذا تم اعتماد هذا المرسوم بالشكل الذي سيمكننا من الدخول في مرحلة جديدة من عمل مجلس المنافسة، خاصة وأن أعضاء المجلس انتهت ولايته الانتدابية، وإن كان استئناف وتفعيل دور المجلس كان مرتبطا بالقانون، ولكن أيضا بعد صدور القانون ارتبط بالمرسوم. ولهذا الخطوة التي تمت اليوم خطوة جد مهمة. وأذكر أن المجلس له الحق في إصدار توصيات لتحسين تنافسية السوق أو الأسواق في بلادنا. المجلس أيضا يمكنه بطلب من رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية المعنية أن يوجه طلبات الاستشارة إلى المجلس وغير ذلك من المقتضيات التي تجعل بلادنا تتقدم في هذا السير. بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 18/15 تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014. وينص هذا الاتفاق، وهو إطار ينظم مقر الهيئات والبعثات الدولية، على كيفية الاشتغال واعتراف المملكة المغربية بحكم هذا الاتفاق بالشخصية القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تتمكن من القيام بمهامها وأعمالها. بعد ذلك قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون تقريرا حول التطور الأخير المتعلق باحتضان بلادنا للحوار الليبي، والذي انطلق اليوم، ذلك أنه وبطلب من الأمم المتحدة ستحتضن مدينة الرباط ابتداء من اليوم وخلال الأيام المقبلة الجولة الرابعة للحوار الليبي. ويندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون المثمر والمستمر القائم بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ساعيا لإيجاد حل للأزمة الليبية بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا ويحافظ على وحدتها الترابية، وأيضا بما يمكن من صيانة أمنها واستقرارها. ونعتبر في المغرب أن هذا الحوار يأتي تعبيرا من الأطراف الليبية على الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب لدى كافة الفرقاء الليبيين، ووقوفه
المستمر ودعمه المتواصل والملموس للشعب الليبي. واختتم الاجتماع بتقرير هام تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 ومؤشرات الوضعية الاقتصادية الحالية، سواء تعلق الأمر بالسياق الدولي بأبعاده الإيجابية أو السلبية، أو بالمؤشرات المرتبطة بتنفيذ قانون المالية، سواء تعلق الأمر بالجانب المالي المداخيل والنفقات، أو بالمؤشرات الكبرى متعلقة بالنمو، بالتضخم، بالبطالة، بالمديونية، بالعجز. وخلص العرض من جهة إلى وجود تحسن مستمر للتوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك بفعل الإصلاحات التي همت المالية العمومية. ثانيا، إلى تحسن المؤشرات المرتبطة بالنمو، وخاصة ما يتعلق بنمو القطاع الغير الفلاحي وبالاستثمار الوطني وبتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وبتدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية، وأيضا الآفاق المرتبطة بالتحكم في المديونية بعد أن كان معدل العام لارتفاعها في السنوات الماضية كان في حدود 4.1%، ليستقر بين 2013 2014 في حدود 0.4%. وقبل فتح المجال للأسئلة أترك له الكلمة من أجل التفصيل في الموضوع المرتبط بالمرسوم بطوار، لأن هذا الأمر يقتضي شرحا وتواصلا وتعبئة، باعتباره يهم نسيجا معتبرا من المقاولات الوطنية والمقاولات التي تشتغل مع تلك المقاولات. ثم ثانيا التفاصيل المرتبطة بالعرض الهام والذي حظي بالمناقشة وبتنويه من قبل أعضاء مجلس الحكومة. وشكرا.